اليوم بدي اطلع وعتبان كثير ومتضايق كثير متضايق. بس بدنا نحكي بداية على موضوع انه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. من قبل 3 ايام اجانا تلفون جدا مؤلم. شو الموضوع؟ الموضوع انه في امرأة عمرها 67 سنة مريضة معها امراض مزمنة مسجونة في نابلس. شو السبب؟ السبب انه صاحب البيت اللي هي مستأجر عنده رافع عليها قضية وشكوى بقيمة 2000 شيكل وتم اعتقالها. مرة مريضة مع امراض مزمنة عمرها 67 عام معتقلة عشان 2000 شيكل. على مين بعتب انا؟ اولا انا بعتب على الحكومة الفلسطينية انه حتى لو شو ما كان تمام، انه يعني مرة يعني لو اكم من شرطي لو اكم من ضابط قد لموا هال 2000 شيكل وما ضلت جوا البلد جوا السجن. هذا واحد. 2 على اهل البلد اهل نابلس، كيف انتوا بتقبلوا على حالكم انه مرة مريضة عمرها 67 عام مسجونة؟ وين انتوا يا اهل نابلس؟ 2 3 واللي هو اهم، صاحب البيت بعد الاتصالات وبعد الاسئله وبعد نعرف مين هو اللي رافع قضيه على مرة عمرها 67 عام. وهون كانت المصيبه، هون كانت الصاعقه. لا قدرنا نوصله. الزلمه مشغول كثير من رجال الدعوه هيك لهون، من رجال الدعوه. اما بنسمعوا كلام كثير في القلب بس مش راضي يطلع، لانه اذا انا بتضايق كمان شوي ببلش هذا. المهم وصلت للمناشده. كل الاحترام لاهل القدس، النشامه، وبغض النظر القدس ولا وين ما كان، وين في شرفاء قاموا بالواجب وطلعوا وراحوا ونزلوها. وكل الحب والاحترام والتقدير لكل مين سأل عن الإنسانة هاي وتواصل وضل ورا الموضوع لطلعت من السجن، بدون ذكر أسماء طبعا. قديش الدنيا صعبة وقديش الدنيا سيئة، إلا إنه لسه الدنيا بخير. ألف حمد لله على سلامتها. بس والله ما عارف شو بدي أحكي، مصيبة. ألف حمد لله على سلامتها والله يهدي البال. وأنا بقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالذات هذه الرسالة لإخوتنا وأهلنا بالضفة. إحنا بنعرف إنه أنتم بتمروا بظروف صعبة، بس تحملوا بعض، ديروا بالكم على بعض. بس هذول الكلمتين اللي قادر أحكي لكم إياهم. السلام عليكم.